ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اميره ودي قناتي. ان شاء الله كده هنقدم مع بعض ميزانيات وكمان منيوهات ان شاء الله تعجبكم، وكمان معجنات وحلويات وحاجات حلوه قوي قوي. ان شاء الله تشتركوا بقى في القناه وتشرفوني، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانا النهارده كده نزلت رحت السوق، جبت حبه خضار كده كان ناقصني في البيت. جبت اول حاجه كده، جبت بطاطس كيلو وربع ب20، كان ب18 جنيه. جبتها كده، هي الصراحه وسط وما نقيتهاش، هو بيوزنها على كده، بس الصراحه كانت حلوه زي الفل وهي تحمير اصلا. فممكن نعمل منها بقى بطاطس محشيه، ممكن نعمل منها صينيه بطاطس نحمر منها، مفيش مشكله خالص. وجبت طماطم كيلو وربع ب10، كانت ب8 جنيه. جبت كده كيلو وربع. انا نزلت اصلا كنت جايبه الحاجات دي بالليل، فعشان كده تحسي بس ان الطماطم فيها ميه، والتصوير ده كان الصبح. جبت كمان كيلو بصل كان ب26 جنيه. طبعا الايام ديت البصل عدى طبعا بقى ب35 جنيه وب38 جنيه. ربنا يرحمنا، نقيه بقى وسط كده، ما يكونش كبير قوي ولا صغير قوي، علشان تبقى هي الواحده على قد الطبخه. والصغنن خالص ده نحط منه مثلا في الشوربه وكده. جبت كمان كيلو بتنجان رومي، الكيلو كان عامل 6 جنيه. ينفعنا بقى في فطار، نقطع واحدة كده مكعبات نعملها في فطار، نعمله طاجن في الفرن، نعملها مسقعة، شغال يعني معانا في كل حاجة. جبت نص كيلو خيار عشان كان ب16 جنيه الكيلو، أو ب12 تهيألي. جبت نص بس كده نقطعه جنب حتة جبنة ولا حاجة أو سلطة. وخلاص جيبي على قد ما انتي محتاجة واللي انتي بتستهلكيه، عشان حاجة ما تبص عندك كمان في التلاجة. جبت كمان كيلو فاصوليا حلوة أوي، وكانت صبحة، كانت ب12 جنيه. جبت نص ب6 جنيه. قلنا برضه هنفرزها كده مع بعض إن شاء الله، وأوريكم بقى هفرزها ازاي، طريقتي فيها. وجبت كيلو جزر بقى ب10 جنيه. طبعا الجزر كان ب25 وكان ب30، فالحمد لله رب العالمين أنا جايباه ب10 جنيه. فجبت كده كيلو أبشر منه وأشيل في الفريزر، بينفعني بقى في لما بعمل لحمة مفرومة أعصجها ولا حاجة، بيبقى حلو أوي في سلطة، في حاجة جميل. وجبت نص كيلو ليمون، النص كيلو دوت عامل 5 جنيه، يعني كيلو كان ب10 جنيه. جبت كمان لفت، وما أدراك ما اللفت ده العشق، وأنا بحبه جدا وبحبه أوي أخلله لما بينزل. هو أصلا سهل جدا، هنخلله برضو مع بعض. ونقيته كده بالواحدة، مش منقياه كبير أوي، نقياه برضو واحدة كده وسط عشان ما يطلعش ايه مخوخ من جوه، يعني عامل زي السفنج. جبت التلاتة ب10. جبت كمان ب5 جنيه خل، ده خل من السرجة سايب، بس يعني السرجة نضيفة أوي، والخل ده مركز جدا، يعني أنا بحط حاجة بسيطة أوي على الأكل. لفة جلاش دي أساسي معايا كل شهر، بتنفعني بقى في أعملها حلو أعملها حادق. شغالة يعني معايا في أي حاجة، بحطها كده في الفريزر، ممكن أجيب 2 كمان، بس أنا جبت واحدة بس ب10 جنيه. وكان الاستفندي كده عامل 7 ونص، جبت ال2 كيلو ب15. وكانت هي دي مشترياتي على قد ما أنا محتاجة، وعلى قد تلاجتي كانت محتاجة ايه وايه اللي ناقصني. ما بجيبش حاجات بزيادة، لأن انتوا عارفين الأسعار بقت دلوقتي صعبة جدا. هاتي اللي انتي محتاجاه واللي بيتك محتاجه واللي هيمشيكي، ما تجيبيش بزيادة عشان تقدري تمشي بباقي المصروف كده، يعني ايه على القد. هبدأ بقى كده أمسح بقى الطماطم زي ما قلتلكوا، عشان كانت في التلاجة فمسحتها طبعا من المية بتاعتها. وأنا بفرش أصلا فوطة تحت وفوطة فوق، بس الفوط ما كانتش نضيفة، كانت عايزة تغسل، فحطيت مناديل. كيس المناديل ده جايباه من السوق ب5 جنيه، حلو قوي للمطبخ الصراحة، طلع عليه بطاطس، طلع عليه بانيه، حلو قوي. ساعات والله بجيبه للولاد بره لو عندهم برد ولا حاجة، شغال يعني حلو ب5 جنيه، ورقته حلوة وطبقتين وجميل. بس كده، ويعني هي الفوطة هي كده بغطيه واروح شايلها في التلاجة، لأن بصراحة بيقعد معايا أسبوع، 8 أيام 10 أيام الصراحة، بتفضل زي ما هي. فين وفين ممكن آخر قطعتين لو كرمشوا كده باخدهم استعملهم يعني، لكن الصراحة الطريقة دي بتخلي الحاجة تعيش معاكي شوية في التلاجة. هنرص بقى كل حاجة كده مع بعض ان شاء الله. بقت المشتريات ان شاء الله الفيديو الجاي هتبقى طبعا بكليات وكده، علشان تبقى عارفة انت هتنزلي تجيبي ايه وايه احتياجاتك وايه اللي انت عايزاه، وهنطلع ايه بقى من الحاجات اللي احنا جبناها ديت، هنعمل اكل كام يوم وكده.
انا هنا حطيت بقى الخيار، وهحط كمان قرنين فلفل دول خدتهم فوق البيعة كده وانا بشتري الخيار من الراجل. انا اصلا ما عنديش حد بيحب الفلفل الحامي، ممكن ابني الكبير ممكن يعني ممكن ياكله، لكن انا الصراحة ما بجيبوش خالص. ورصيت كمان الجزر نفس الموضوع، حطيت فوطة حطيتهم فوقيه، وبعد كده بقى ايه ابقى افرز بعد كده. البتنجان لفيته في ستريتش راب عشان يقعد معايا زي الفل في التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجة، بيقعد اكتر من 10 ايام. ودي الفاصوليا اهي، كيلو فاصوليا، نص كيلو فاصوليا. نبقى نطبخ مرة نطبخ. وجايبة كمان سبانخ، حتى شوفوها معايا دلوقتي. جبت برضو نص كيلو سبانخ، حزمتين سبانخ، الحزمة ب5 جنيه. جبت 2، وجبت واحدة كزبرة وواحدة شبت، دول بيتحطوا على السبانخ. والسبانخ بقى أنا بعملها تحفة، يعني بحط لها كده قطر من الرز، وكمان بعمل لها طشة ثوم وكزبرة كده، إن شاء الله نبقى نعملها مع بعض، وبتطلع زي العسل. وهنفرزها برضو إن شاء الله في فيديو مع بعض، هي والفاصوليا، عشان تشوفوا هنفرزها ازاي وهتتشال ازاي في الفريزر. فضيت كده نخلي كل ده بقى كده ب5 جنيه. طبعا ده في بقى كمان في السرجة 3 ازاز ب5 ولا ب7، ده بيبقى وحش جدا. وفضيت كمان اليوسفي، طبعا انا ما غسلتوش عشان لو غسلته ممكن يبوظ مني، اللي ياخد واحدة يغسلها. وادي كل حاجاتي اللي انا اشتريتها النهاردة من الخضار، وهو ده اللي كان ناقصني فجبته. انا عندي فلفل رومي في التلاجة ما جبتش. انا كده غطيت بقى كل حاجتي، وهروح اشيلها في الفريزر، اشيلها في التلاجة، وبعدين نرجع نشوف جبنا ايه تاني مع بعض. غطي بقى كده بمناديل، غطي بفوط. الفوط دي كنت جايباهم، مش فاكرة كانوا 6 ولا 5، حلوين قوي مع بعض، كانوا ب15 جنيه. مش لاقيه منهم تاني الصراحة. الليمون بخليه زي ما هو في شنطته، مبيحصلوش اي حاجة، المهم ابقى رابطة عليه يعني. وساعات كنت بفضيه برضو في علبة فيها مناديل، ونكون مغلقة يعني تقفل كويس، وخلاص. هنا بقى حاجة الفطور، جبت جبنة قريش، وجبت عسل اسود، وجبت كمان بيض. دولت حلوين قوي للفطار. في البقوليات ان شاء الله هنجيب فول، وهنجيب بيه القمح بليلة، وكده تبقى حاجة الفطار. اللبن زوجي هو اللي بيجيبه. طبعا ده كده من مصروف البيت. جبت هنا 10 بيضات، كانوا عاملين 43 جنيه. البيضة كانت عاملة 4 جنيه ونص بس. وجبت نص كيلو جبنة قريش، كانت عاملة 35 جنيه. الكيلو كان عامل 70 جنيه. بقطع بقى، باخد منها قطعة كده، اقطع عليها طماطم، اقطع عليها فلفل رومي، وشوية زيت، وبتبقى طعمها زي الفل، ونفطر بيها احسن كمان من الجبن المعلبة. ممكن ارش عليها كمون، ممكن ارش عليها زعتر. بتبقى حلوة. أوي ممكن نعملها في الخلاط بشوية لبن بودرة ولبن حليب يعني، وشوية وقطعة زبدة، ونعملها وبتبقى برضو جبنة كريمي وحلوة أوي. بحط لها قرن فلفل رومي كده أو حراق، بيخلي طعمها وريحتها حلوة أوي، كأنك بتاكلي جبنة بفلفل يعني، مش جبنة قريش. وجبت كمان ب10 جنيه عسل أسمر. الربع كيلو عامل 8 ونص، فهو حطلي ب10 على بعضها هي. الولد اللي عندي بيحبوه جدا، تحطي كده جنب الفطار على حبة طحينة، مع فطير، مع بالعيش عادي، والله بناكله بالعيش عادي هو والجبنة، مع كوباية شاي بلبن، ويبقى أحلى فطور. رصي حاجتك ونظميها عشان تبقى سهلة بالنسبة لك. جبت كمان فرخة بلدي، دي فرخة بلدي عاملة كيلو ونص، عاملة 140 جنيه. كانت فراخ عاملة حوالي 99 جنيه أو حاجة و90 جنيه يعني، كانت حلوة. هو ساعتها قال لي دي عاملة 140 جنيه. جبتها كده. وجبت كمان كبد قوانص، جبت ب50 جنيه كبد قوانص، كان الكيلو عامل 85 جنيه. انا بقى بفتحها كده، اخد الكبد القوانص بتاعتها عشان ما بحبش اسلقها مع الفراخ، واحطها مع الكبد القوانص ديت ونعملها اكله. وكمان معايا كيلو من البانيه. البانيه ده ساعتها كان بتاع الفراخ عامل عرض، الكيلو على بعضه كان عامل 130 جنيه. جبت الصراحه كيلو، وقلت بقى اعمل منه ايه،
أكلتين 3 يعني هينفعني، لأن طبعا البانيه بيوفر جدا جدا. الكبد والقوانص ده أنا عملتها في نفس اليوم، بس الصراحة مصورتهاش علشان حصل لي ظرف كده ونزلت في ساعتها، فمعرفش بقى أصورها معاكم. يا رب كده إن شاء الله يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهاردة، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله باقي المشتريات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي تقدر واللي تفكر واللي تقشر واللي تحضر ويوماتي تعجن وتخمر. تسلم ايدك ست أميرة، تسلم ايدك